ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. هعمل معاكم النهارده زبدة الفول السوداني وكمان اكتر عصير منعش في الصيف، وهعمل معاكم الستاند بتاع البلكونه اللي انا حاطه عليه الزرع بتاعي، علشان في حاجات بقى باظت وماتت، وفي حاجات محتاجه شمس، وفي حاجات مش محتاجه شمس، وفي حاجات كمان محتاجه هو زرع داخلي ومحتاجه ادخله جوه. انا كنت مطلعاه بس بره علشان يشم الشمس شويه. وفي حاجات بقى مثلا محتاجة برضو اشيل منها الورد بتاعها علشان تكبر تاني، زي الريحان ده بشيل منه الورد ده، او اسمه شمروخ، الشمروخ بتاع الريحان. بقطعه كده علشان الزرع يعني بتاع الريحان ده يكبر اكتر والنمو بتاعه ما يقفش. هشيل بقى كده كل حاجة من على الستاند علشان الستاند كان مطرب جدا. وهغسله، ويعني مش هغسله قوي، هجيب بس كده ميه صغيرين، حبه ميه كده في بخاخه، وهجيب الجلافز بتاع التراب بتاع اكواي. هو كان نشف عشان كده استخدمت البخاخه بتاعه الميه دي. وبعد كده بقى ايه، هشيل التراب كله اللي موجود على الستاند. بجد حلو جدا الجوانتي ده لاي حد بيشتكي ان بيته بيدخله تراب كتير. يعني الجوانتي ده هيبقى ايدك ورجلك بجد في البيت ان انت هتستخدميه طول الوقت. ممكن كمان تستخدميه على الناشف من غير ميه خالص. زي ما انتوا شايفين كده الفرق ما بين اللي اتعمل واللي ما اتعملش في ثانية واحدة. بس التراب كله يعني الجوانتي ده بيلقط التراب كده، بيخليه ان هو ما يتناثرش على الهواء ويطير في كل حتة ويرجع تاني مكان ما انتي نضفتي في الاول. كده خلاص انا يعني نضفت الستاند كله زي ما انتوا شايفين. كان في بقى برضو حاجات عايزة اعملها، قلت هعملها معاكم زي الزرعة دي. كانت كلها من جوه رمل، فانا قلت ان انا عايزه ادخل يعني تربه عليها، ففضيتها كده ودخلت عليها تربه علشان اخلطهم كده مع بعض، وحطيتها بقى برضو في بتاعة اكبر علشان يبقى شكلها حلو كده. وبعد كده بقى ايه، مش هسقيها دلوقتي. يعني لما انت تغيري الزرعه او التربه ما تسقيهاش على طول، لازم تستني مثلا لحد بالليل مثلا او لتاني يوم. زي ما انتوا شايفين كده شكلها بقى جميل جدا علشان تبقى لايقه مع اللي جنبها. ودي كانت زرعه البطاطا. همسح بقى الارض مكان التربه اللي انا كنت عملتها، وكل حاجه كانت وقعت على الارض. بعد ما مسحت بقى كده خلاص انا خلصت البلكونه، وده كان شكل الستاند. قولولي بقى رايكم في الكومنتات، شكله حلو ولا لا؟ بعد كده بقى بجيب بخاخه برضو فيها ميه كده، وببتدي بقى ان انا يعني ابخ كده على الزرع من بره علشان يبقى شكله حلو في نفس الوقت، برضو الزرع يستفاد من الميه. دلوقتي بقى هدخل على المطبخ وهعمل معاكم زبدة الفول السوداني. بعملها بالسوداني، بس كان عندي شوية سوداني في التلاجة، فطلعتهم كده وقلت ان انا استغلهم واعمل بيهم حاجة مفيدة. فجبت بقى صاجة كده او اي صينية علشان تدخليها الفرن، او ممكن كمان تعمليهم على البوتاجاز عادي جدا في اي طاسة. وهحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 كده علشان يتحمصوا شوية او يسخنوا. لازم طبعا يكونوا سخنين جدا علشان اقدر ان انا بقى ايه احطهم في المطحنة او في الكبة علشان آه يعني يطحنوا ويكونوا زبدة. هبتدي بقى احط الفول السوداني بعد ما ان هو اتحمص وطلع من الفرن. هبتدي احطه كده في المطحنة بتاعتي. تقدري برضو زي ما قلتلك تعمليه في الكبة دي، المطحنة بتاعت الخلاط. هطحنها. هو بياخد وقت شوية، اهم حاجة ان انتي يعني مثلا ايه دقيقة وتوقفي، دقيقة وتوقفي. وممكن بقى تستريحي مثلا ساعتين، بعد كده تيجي تكملي تاني علشان الموتور بتاع الخلاط بتاعك او الكبة ما يتحرقش. انا مش بضيف عليه اي اضافات نهائي. تقدري تضيفي اي اضافات انت حباها زي مثلا عسل نحل او مثلا زيت زيتون او كده، بس انا مش هضيف اي اضافات نهائية خالص. زي ما انتوا شايفين بعد ما ضربت كده شوية الزيوت بدأت تطلع، وكمان السوداني بدأ كده ان هو يتجمع كده في بعضه. وخلاص كده قرب، يعني مرة كمان زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هيتحول لزبدة. شايفين بقى يعني بجد تحفة جدا. شايفين الزبدة عاملة ازاي؟ صحية قوي، تنفع كمان للأطفال. لازم تكون عندك بجد برطمان كده في التلاجة، اللي بيكون اللي احنا بنجيبه من بره بيكون فيه مواد حافظة، وكمان بيكون فيه سكر. بيحطوا له يعني محليات علشان يحلي طعمه، لكن هو اصلا كده لوحده تحفة جدا، مش محتاج اي تحلية خالص. تقدري بقى تاكليه كده على الفطار زي ما انا هعمل دلوقتي في توست.
او لو انت بقى عايزة يعني الموضوع كله يبقى صحي، تقدري ان انت تستخدمي توست بالشوفان مثلا، واحط عليه بقى كده موز من فوق علشان يبقى طعمه برضو احلى. بيبقى طعمه حلو جدا زبدة الفول السوداني مع الموز. كده خلاص التوست اتحمص. هحط بقى زبدة الفول السوداني عليه كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هحط الموز، وبجد طعمه تحفة جدا. تديه بقى للأطفال في الحضانة أو في المدرسة، أو كمان للكبار، يعني بجد طعمه تحفة، يعني تقريبا طعمه أحسن من النوتيلا كمان. قوموا بقى كده جربوها وقولوا لي رأيكم. أهم حاجة زي ما قلتلكوا ان انتوا تريحوا الخلاط أو الكبة بتاعتكم كل شوية علشان الموتور ما يتحرقش. هعمل بقى بعد ما خلصت كده فطار وترويق، هعمل بقى كده عصير طعمه تحفة جدا، ينفع طول فترة الصيف. هحط بقى كده ليمون، وهشيل منه. انا بحب احط الليمون في الخلاط بالقشر بتاعه، بفتحه بس كده وبشيل منه البذر. اهم حاجة ان الليمون يكون اخضر، يعني مش اصفر قوي، يعني يكون اخضر شوية. بشيل منه البذر وبحطه كده في الخلاط. بحط برضو معاه سكر بقى على حسب بقى اللي انت تحبيه، الكمية السكر اللي انت حباها. وبحط بقى المية والتلج، وبحط معاهم شوية لبن صغيرين. اللبن بيخلي العصير الليمون كريمي، وبيخليه طعمه تحفة. لو ما جربتيش اللبن في الليمون لازم تجربيه وتقولي لي رأيك. هشغل بقى كده الخلاط، ما تخافيش التلج مش هيبوظ الخلاط ولا اي حاجة خالص. بجد ده احلى عصير ممكن تشربيه في الصيف. بعد بقى ما خلصت هصفيه، وبعد كده هرجعه تاني الخلاط عشان اعرف اصب. وبعد كده بقى هصبه في الكوباية بتاعتي. بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي ولونه، وبجد طعمه بقى احلى من ده كله. تقدري اصلا تضيفي برضو عليه نعناع وانتي بتضربيه في الخلاط، بس انا ما ضفتش، وضفت بس كده واحدة للتزيين. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك لو مش مشتركة في القناة علشان تشوفي كل الفيديوهات الجديدة، وكمان تعملي لايك، وهسيبلك لينك الانستجرام تحت الفيديو.